تكلم. كيف يكون لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج دور مهم في تنمية ودفع الاقتصاد الوطني؟ أولا كنا نتابع في هذا التقرير عن التحدث عن إحصائيات في لبنان، إحصائيات في تونس، لكن غياب الإحصائيات في الجزائر. إذا كان غياب إحصائيات في الجزائر يعود ذلك إلى غياب إطار قانوني يكيف هذه الجالية مع وطنها الأم، يعني ولا سيما من جانبها الاقتصادي. يقول إذا كان غياب على سبيل المثال بنوك جزائرية في فرنسا، كيف يتم تحويل يعني الأموال الجزائرية لمهاجرين خارج الوطن إلى هذا الوطن، مقارنة على سبيل المثال بالأشقاء في تونس. فيه 3 بنوك يعني معروفة في تونس، ليتيبي في تونس، الإخوة كذلك في المغرب، هناك كذلك 3 أو 4 بنوك، تجاري بنك، الوفا بنك، القرض الشعبي المغربي. فكل هذه الجاليات يعني تضع رواتبها الشهرية أو أموالها اللي اقتصدتهم يعني في هذا البلد، بلد المضيف، وتحولها بطريقة قانونية إلى الوطن الأم. وهنا نقدر نحصي يعني كم المبالغ اللي تدخل لهذه الدول، عكس يعني جاليتنا. أنت تعرف كثير من أبناء جاليتنا اللي يعودوا لأرض الوطن كلهم يعني يخبيوا دراهم، حتى نقولوها بلغة الشارع وبلغة الشعب حتى يفهمنا الخاص والعام. انسان يخبي يعني الراتب تاعو في الجيب الداخلي، الاورو، يخبي الأورو الى اخره، ويجي السوق الموازيه. صح، يجي السوق الموازيه لانه احنا ما اعطينالوش اطار قانوني اللي يدخل به الاموال تاعو الى وطن الام، ونشجعوه بطريقه او باخرى. لكن كاين هناك بنوك، كاين بنوك اللي تشتري الاورو سمير شعبنا. نعم كاين بنوك، لكن الطامه الكبرى الان على سبيل المثال في فرنسا فيه جزائريين الان رواتبهم الشهريه يضعوها يعني في البنوك المغربيه. هل يعقل انه جزائري الان كي يعني يسحب الراتب الشهري تاعو يلوحوا في بنك مغربي او بنك تونسي؟ فاحنا ننتظر يعني من الحكومه. لماذا هذا توجه نظرا لغياب اطار قانوني، غياب مصاريف، غياب يعني اطار قانوني مثل ما قلت يعني في البدايه، ليحمي اموال ابناء الجاليه الجزائريه ويدخلوها الوطن تاعهم بطريقه قانونيه. نعم، أنتم يعني كما ذكرنا ذلك مجموعة مصرفية أفريقية تستثمرون ربما في جميع الدول الأفريقية، خاصة في شمال أفريقيا، في تونس وفي ليبيا، ولكن لماذا قفزتم ولم تستثمروا في الجزائر؟ لماذا لم تفتحوا فروعا للبنك في الجزائر؟ احنا كما قلت في 5 دول المغرب العربي موجودين ب4 دول. عندنا 3 بنوك بالمغرب وتونس وموريتانيا، ومكتب تمثيلي بليبيا قبل الثورة بليبيا، وعندنا اهتمام بالسوق الليبي. السوق الجزائري كان من أول اهتماماتنا هذه 7 سنوات لما انطلقنا في استراتيجية إفريقية توسعية إفريقية، وهيئنا طلب بالبنك المركزي الجزائري، وإحنا الآن ننتظروا الموافقة على الطلب ديالنا هذه لمدة 7 سنوات. لم تتم الموافقة، لا الموافقة ولا لا إجابة لا رفضا. لا رفضا. وإحنا يعني متفائلين بأن المسؤولين بالبنك المركزي الجزائري والحكومة الجزائرية ربما تلبي هذه الرغبة لمؤسسة مالية مغربية اللي فتحت الأبواب ديالها لشراكة ما بين القطاع الخاص الجزائري والتجاري وفا بنك بالمغرب، لأن احنا عندنا قابلية لكي نفتح هذا المشروع للقطاع الخاص الجزائري، لأن كاين هنالك حاجة ماسة لبنك مغربي جزائري لدعم وتقوية